هقول لكم النهارده على حاجه بسيطه جدا بعملها في الممبار بتفرق جدا في طعمه، وكمان بتخليه يطلب عندي دايما في الاوردرات. تعالوا النهارده هقول لكم عليها. نتعب يوم ونريح عليها طول الشهر، وده من اهم تفريزات رمضان. سيبكم بقى من اي تفريزات تانية، كل حاجه سهله الا ده. مش هقول لكم ان هو سهل، لكن هقول لكم ان انتوا هتاكلوا احلى ممبار جربتوه. يلا بينا نسمي الله ونبدا. وانا ساميه، لو اول مره تشوفوني لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ونسمي الله ونبدأ. والكمية اللي قدامكم دي 5 كيلو ممبار. غسلته كويس جدا، دقيق، ليمون، طحينة، جنزبيل. الحاجات دي كلها بتشيل اي زفارة واي مادة لزجة في الممبار. وبمسك واحدة واحدة كده بظهر السكينة اشيل اي مادة لزجة فيه. في الاخر خالص بغسله تاني وافضل سايباه في مية وليمون وشوية جنزبيل برضو، لحد ما اضمن ان هو نضيف، ما بقاش فيه اي حاجة خالص وريحته كويسة. هسيبه يتصفى، ما يكونش فيه ولا نقطة مية. بعد كده هنيجي بقى نقطعه الحجم اللي احنا عايزينه. انا بحب اعمله الصغير، وممكن كمان تعمله بوبس اللي هو بنربطه واحنا بنحشيه. واهم حاجة بقى نختار الممبار الصح، اللي هو بيكون بلدي، بيبقى فيه دهون ولونه اصفر شوية. التركاية بقى اللي قلتلكوا عليها في اول الفيديو اللي بتفرق جدا في طعمه، وهي تتبيلة الممبار. ما تستغربوش، التتبيلة دي بتفرق جدا في طعمه. بصلتين كبار مفرومين، عليهم ملح، فلفل اسود، كزبرة، كلها معالق كبيرة لان الكمية عندي كبيرة، وعصرة ليمونة. وابدأ اقلب الممبار كده فيها واركنه شوية لحد ما اجهز الخلطة اللي عندي. جربوا بس التتبيلة دي هتدعولي عليها. الكمية اللي قدامكم دي هتكفي 5 كيلو ممبار، لكن انا في اول كومنت انزلكم مقادير كيلو واحد. عندي هنا 3 كيلو رز مصري مغسول، غسلته كويس وصفيته، وهنزل عليه ب3 كيلو بصل مفروم. وهبهرهم بقى كلها معالق كبيرة، او مثلا ربع كوباية من الحاجات اللي هقولكوا عليها دي. ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، 7 بهارات او بهارات لحمة. هبدأ بقى ان انا ادعك البصل مع البهارات مع الرز. الحركة دي بتفرق جدا في طعم، وده تاني سر من اسرار الممبار الخطير بتاعنا. هقلب كويس جدا، ادعك كده الرز في قلب البصل لحد البصل نفسه ما ينزل ميته مع الرز، بيفرق جدا في الطعم زي ما قلت لكم. وبعد كده هنزل بخضرة مشكلة، كزبرة وبقدونس وشبت، وعليهم طماطم متقطعة قطع صغيرة حوالي 2 كيلو، وشوية كده فلفل رومي وفلفل احمر. ونقلب كل ده مع بعضه. واخر حاجة هنضيفها خلطة محشي عادية خالص، اللي بنعملها للكرنب وورق العنب والمشكل، يعني خلطة محشي عادية. بصل هنحمره، ننزل عليه بالطماطم تتسبك، وبعد كده البهارات، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شوية بهارات لحمة او بهارات او 7 بهارات، وبنسيبها تتسبك. بعد كده بسيبها تبرد وانزل بيها على الممبار بالشكل ده. انزل بيها على خلطة الممبار، ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، وكده بقت جاهزة معانا احلى خلطة ممبار. هندوقها، محتاجة ملح، محتاجة اي بهار تاني بنزوده، مش محتاجة حاجة يبقى خلاص نحشي على طول. طبعا لو عايزينه سبايسي هنعمل شوية كده في الاخر، نضيف عليهم فلفل حامي وشطة. ده كده السبايسي عندنا. هنجيب بقى الممبار، سهل جدا، احشوه على اي وش مش فارقة، سواء الوش اللي فيه دهون او الوش التاني مش فارقة. انا هنا بجيب واحدة واحدة. طبعا الممبار وهو صغير كده بيبقى سهل جدا في الحشو بتاعه، ما بياخدش اي وقت خالص. هنحشي بالطريقة العادية خالص بايدينا بالشكل ده، وما نكبسوش قوي، ونبططه كده، يعني نفرد الرز جوه الممبار عشان يطلع معانا مفلفل وما يفرقعش، وندي فرصة للرز ان هو يستوي ويبقى حلو جدا. دي برضو تركاية مهمة جدا، ان احنا ما نكبسش الممبار قوي. نعمل واحدة كمان. شايفين انا مش بملاه قوي، وببططه بالشكل ده، يعني ما يكونش منفوخ وانا بحشيه. كده اضمن لك 100% انه مش هيفرقع معاكي، وكمان الرز هيطلع مفلفل جدا. وقبل ما اقعد احشي الممبار كنت حاطه حله على النار فيها شويه خضره من خضره الممبار، وكمان ملح وفلفل اسود وحبهان ورق لورا. هبدأ بقى انزل بالممبار واحدة واحدة. اهم حاجة المية تكون بتغلي عشان الممبار يقفل على الرز، والرز ما نلاقوش بره في الحلة. بعد كده هنسيبه ربع ساعة يغلي، وبعد ربع ساعة هنهدي عليه النار شوية. هو بياخد في الغالب من نص ساعة لنص ساعة و5 دقايق. بعد نص ساعة بالظبط هنشوفه. لو الرز استوى يعني هندوس عليه، نطلع الرز كده من الممبار استوى، يبقى هو كده خلاص استوى معانا. وكمان بقى عشان تضمني ان انتي لما تطلعيه من الفريزر يكون مفلفل وحلو كأنك لسه عاملاه النهارده، وده سر كمان من اسرار الممبار، لازم تسيبي الممبار ياخد وقته ان هو يبرد خالص، ما يكونش فيه اي بخار ولا اي سخونيه خالص. سيبيه ساعه 2 بعد السلق لحد ما تاكدي ان هو كله بارد.
هنخزنه بقى في اطباق في الفريزر، وتطلعيه على طول قبل التحمير بنص ساعة يا دوبك يفك التلج بتاعه ويهدى شوية، وحمريه هتلاقيه مفلفل وطازة وكأنك لسه عاملاه، من غير بقى ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. احنا هنتعب يوم واحد فيه، وبعد كده هنريح عليها طول الشهر. جنب اي اكلة حلوة كده نطلع طبق ممبار نحمره وبألف هنا وشفا. وبس كده اكون قلتلكوا على كل الاسرار وكل التريكات اللي بعملها في الممبار اللي بتخليه اول صنف يتخطف عندي كده في المنيو. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة.